سلام فريدات. الفيلم ديال اليوم سويدي ولكن البطل ديالو من اصول مغربيه وللاسم ديالو الحقيقي مصطفى اعراب. يا سلام. ولكن الاسم ديالو في هذا الفيلم هو يون. يلا بينا. كيبدا الفيلم ديالنا مع اليزابيث بنت الاحياء الراقيه وهي في لابيسين دايره العومه ديال الميت، عامت وسالات، لبست البينوار وطلعت للدار. وفي الجهه الثانيه ابناء الاحياء الشعبيه فين كيعيش خونا المغربي مصطفى. مع داك الصباح وهو ناعس سمع الغواج ناض حل الشرجم، كان غير عشيرو سلوقو. قال ليه اش بان لك؟ الجو زامت والشمس مطنطنه، افريده نمشيو للبحر نعومو. قال لي مصطفى على مولانا. قال لي سلوقو دورميا وهبط ما تعطلش، هبطوا شدوا الطريق، راكم عارفين الاحياء الشعبيه كتسلم على هذا كتشد في هذا والضحك مع ولاد الدرب. ما علينا، لقاو عشرانهم تما لاعبين اللي غيمشيو معاهم. هز سلوقو راسو بانوا لي بنات الدرب ديزات. قال لهم اش بان لكم تمشيو معنا للبحر؟ نقزات نانسي اللوين قالت ليه سير شوف لك شي شمعه ضوي بايا المتشرد. قال لي سلوقو ما هضرتش معاك، هضر مع ساندرا حيت كتعجبني. وقال لها واش تقبلي تكوني صاحبتي نمرتي عندك، لا قبلتي عيطي ليا. خلاوهم يشدوا الطريق للبحر، غير وصلوا عطاوها للشري، ما كاين غير اللوحان، عاوم مزيان وجلسوا يتسارحوا وبداو مجمعين. قال لهم سلوقو ما كرهناش الدراري نمشيو للجهه الاخرى فين كاين نعمات وتشيتيز، وهما يبداو يضحكوا عليه صحابو. قالوا ليه راك كتحلم. زيدوا في الهضره، خوتنا اللي معاهم ناضوا مشاو في حالهم، بقى غير مصطفى وعشيرو سلوقو غليظ الراس. هما مجمعين جا واحد خونا عنده باطو صغير، وقف وحدهم ربط الباطو ودخل يقضي حاجته في الغابه اللي تما. خونا سلوقو شاف مصطفى وقال ليه اش بان لك؟ مشينا. المهم حلوا الحبل ديما راهو للباطو وشدوها للجهه الثانيه فين كاين نعمات بنات الاحياء الراقيه. مع وصلوا لقاو واحد 3 نعمات جالسين بحال الحوريات. قال لهم سلوقو واش بان لكم تمشيو معنا في الباطو نديروا شي دوره زوينه؟ الساعه ما قبلوش، كملوا الطريق وغليظ الراس بقى مبهور من دوك الديور اللي تما. وقال مصطفى كان واعدك عشيري واحد النهار غنجيو نسكنوا هنا فريده. وهما غاديين بان لهم بنادم تما عاطيها تنقاز من واحد البلاصه بعيده، واحد البنت صغيره تحتم شويه نقزات من بلاصه قريبه. واحد خونا من دوك اللي طالعين الفوق ما شافهاش، الدريه مسكينه نقز فوقها، جا فوقها نيشان، هبطت ما طلعتش. لكن مصطفى قلب الاسد قصدها واغتص جبدها، وبابا مسكين كان مخلوع عليها، شدها من عنده وعنقها. ومصطفى في ديك اللحظات بان في عينه باطل، هكا يكونوا المغاربه عمي. المهم سيد بابا البنت قال لهم يلا معايا للدار. وفي الطريق قال لهم بالمناسبه انا سميتي فرانك وربي كتشر من متيالكم. غير وصلوا للدار سيد كركف الكود ديال الباب وخونا سلوقو طالق عينيه جرى مع الكود، حفظوا بالخف. دخلوا للدار وتما فين غيتلاقى مصطفى مع حب قلبه. مع دور راسو وهي تبان ليه واحد تيتيسه. وهاد ختنا هي اليزابيث اللي كانت كتعوم في لابيسين في الاول ديال الفيلم، وهي بنت فرانك الكبيره. المهم جاب لهم السيد الحوايج حيت مصطفى كان فازق. واخا هكاك خونا نسى ديك الفزوقيه مع ديك الساطه اللي شاف، واخا دوك الحويجات كانوا كبار عليه لبسهم. وهي تنقز اليزابيث وقالت ليه اش واقع بابا؟ قال لها اختك باتريسي غرقات وهاد الولد الشجاع اعتقى. المهم سولهم في كيسكنوا وقال لهم يلا نوصلكم. وملي وصلوا نزل مصطفى وقال لي شكرا عمي على التوصيله. قال لي السيد انا اللي خاصني نشكرك وليدي، ومشى في حاله. وملي رجعوا للحي ديالهم تلاقاو مع عشرانهم وسولوا مصطفى على الحويجات اللي لابس حيت بانوا لهم الحويجات غاليين وجداد. ويعاود لهم سلوقوا القصه كامله. ومع ديك الفرحه والغوات طلع عليهم واحد خونا وقال لهم سكتونا من نعسوش ونقصوا صوتكم راه صدعتونا. او ما يسعروا عليه وقالوا ليه هبط لك انت راجل، بقات في الغوت عمي. نرجعوا لاليزابيث اللي مسافره للعروبيه مع باباها واختها الصغيره، وجات عندهم جداهم اللي فيها قوه الاسئله. مع وقيته الغداء تجمعوا وهي تسول اليزابيث قالت ليها مازال ما قررتي اين مدرسه غدفعي لها؟ قالت لها مازال. وقالت لها جدات نوصيك اصدقاء الدراسه كيبقاو العمر كامل، حاولي تختاري صحابك بعنايه. وهي تقول لها اليزابيث بدينا في المحاسبه ثانيه جداتي. هو يقاطعهم فرانك وقال لهم باللي الدار غنبيعها. لكن الجده طلع ليها الدم وقالت لي حشومه الدار كانت عزيزه على ماما اليزابيث الله يرحمها. وهي تنقص اليزابيث وقالت لها مالك ما قلتي هاد الهضره ملي كانت عايشه، كنتي كتعاملها ديما خير. خلاتهم وناضت. نرجعوا عند صاحبنا مصطفى اللي تلاقى مع الوالده ديالو وراجلها في القهوه، وبين باللي مصطفى حتى هو حاقد على راجل مو ما كيحملوش. سولت امه وقالت ليه اختاريتي الجامعه اللي غتمشي ليها ولا مازال؟ قال لها مازال ما عرفتش. هو يبدا راجل مو يضحك، هو يخنزر في مصطفى وقال ليه ارتاح راني دافع لكليه الفنون المسرحيه وقريبه يعيطوا لي عمي. زاد راجل مو بدا يضحك عليه باغي يطيح ليه المورال باي طريقه. في ديك اللحظه جاو 20 مصطفى عيطوا ليه، سلم على مهمته وخرج عنده. ركب معاهم الطوموبيل سولهم فين غاديين. قال لي سلوقو غليظ الراس غنمشيو نسرقوا الدار ديال خونا فرانك اللي عتقت ليه بنته، راني حفظت الكود ديال الباب ديك النهار ملي مشينا معاه للفيلا. قال لي مصطفى واش انت حمق؟ راه غيكونوا في الفيلا دابا. قال لي سلوقو لا راه مازال ما جاوش، راه مسافرين للعروبيه. هو يقول لي مصطفى باش عرفتي العالم؟ قال لي راه سمعتو قالها ملي كنا معاه في الطوموبيل غادي للفيلا. هو يقول لي مصطفى حشومه عليك السيد دار فينا غير الخير، اش بغيتي عنده صاحبي؟ وزيد على
ظريف. هو ينقص خونا اللويل اللي صايق بهم وقال لهم كاع الناس اللي لاباس عليهم وعندهم الفلوس حتى واحد فيهم ما ظريف عمي. ما علينا. وصلوا للفيلا قال لهم سلوقوا هزوا غير الحاجه الغاليه. واخا هكاك مصطفى كان متردد قال ليه ولا شافونا الجيران صاحبي. هو يقول لي سلوقو راني عاقبك الصاد طحتي في بنتو ديك النهار على دير لينا هاد الحاله. قال لي لا ما بغيتيش تدخل معانا خليك هنا حاضي حتى نجيو. المهم مشاو وخلاوه برا. وصلوا للباب تلحق عليهم مسخور. دخلوا هزوا داك الشيء اللي خاصو يتهز وسلوقو لقى واحد الفردي ديال خونا فرانكو وجابو وراه لمصطفى. هو يدور فيه مصطفى وقال لي رد العجب لبلاصتو اصاحبي هذا ماشي ديال اللعب. هو يقول لي سلوقو مستحيل رجعو هاد الفردي ولا ديالي دابا افريده. شويه فرانكو وبناتو جيال راجعين للدار حيت نوضوها مع جداهم وهما يبان لهم الضو في الفيلا شاعل. ويسول بنته قال لها واش نسيتي الضو شاعل؟ قالت لي لا بابا غتكون الخدامه اللي نساتو. لكن بابا حس كاين شي حاجه خلاهم طالعين للطوموبيل وهبط على رجليه. غير دخل الفيلا ضرب عليه اللويل اللي كان صايق بالدراري وهما يعلقوا بلا ما يشوفون فرانك. ولكن فرانك عرف باللي كان شي حد في الفيلا بسبب واحد القرعه مكفحه تما وعيط للبوليس وعاود لهم البلان وقال لهم بلي مشى ليا البيستولي من الفيلا هو الفردي. مشى مصطفى للدار وتلاقى الوالده ديالو وسولاتو واش قبلوك في الكليه اللي دفعتي لها. شافها وقال لها لا وبدا يضحك وهي تعيق بيه تقبل. قالت لي كنت متاكده غيقبلوك ولدي وعنقته وقالت ليه انا فخوره بك. المهم مشى طل من الشرجم وقال له العشير وسلوقو وفرح ليه بزاف وقال ليه هبط حسن لي اخوك راه غوفل. وهبط ويبرقوا بالطوندوس. دازت العطله وجا وقت القرايه وشد خونا الطوبيس وطلع للجامعه اللي تقبل فيها. غير وصل لها دخل بحال شي بوجادي بقى كيدور في عينيه بقى تلقى القاعه اللي غيقرا فيها. دخل جلس وراح بهم الاستاذ وقدم لهم راسو. في ديك اللحظات دخلت اليزابيث وشاف مصطفى ما فهم والو وقال لهم الاستاذ كل واحد فيكم يقدم لنا راسو ونتعرفوا عليكم. بدا بالواحد بدات واحد البنت هي الاولى كتقدم في راسها. خونا مصطفى ما فهم والو باقي حال فمو فيها والاستاذ كيهضر معاه وخونا مغايب حاضيها. ملي تسوها لقى الاستاذ كيقول لي قدم لي راسك السي مصطفى. قال لي انا سميتي يون والحلم ديالي نكون ممثله استاذ. وملي وصلوا عند اليزابيث سول الاستاذ قالت ليه باللي حتى واحد من عائلتها ما عنده مع الفن او المسرح غير هي بوحدها اللي كيعجبها. وملي سالات الحصه خرج مصطفى وتلاقى اليزابيث كتحل في البلاكار ديالها في الكولوار وقال لها السلام واش عقلتي عليا؟ فعلا ختنا عقلات عليه. وقالت ليه ياك انت الولد اللي عتقتي اختي؟ قال لها اييه. شويه وقف عليهم صديق اليزابيث اللي كان كيقرا معاه العام الفايت وتعرف عليه مصطفى وقال لي الا كنتي غادي من الطريق اللي كنمشي فيها يلا نمشيو مع بعضياتنا. وفي الطريق مصطفى سولو على اليزابيث وقال لي خونا باللي كنعرفها سنوات هادي وكانت كتقرا معايا من الابتدائي. وعاود قال لي نسولك علاش اليزابيث ديما كاعيه وطالع ليها الدم وما كتضحكش بزاف. قال لي خونا باللي الوالده ديالها ماتت غير هاد الشهر اللي فات. خونا مصطفى فهم البلان وفوقيت العشاء اليزابيث سولها فرانك وقال لها اش كتعاود الجامعه اللي كتقراي فيها؟ وهي تقول لي مازال ما كاين والو بابا يلا بدينا بالحق. عرفت شكون اللي جا معايا في القسم؟ وهي تشوف اختها باتريسيا وقالت لها قلعي شكون؟ اختها قالت لها ما عرفتش. وهي تقول لها مصطفى الشعكوك اللي عتقك من الموت. وهي تفرح باتريسيا وقالت لها عافاك قولي لي يجي العيد الميلاد ديالي. ولكن الوالد ديالهم قال لهم لا حيت غندير حفله غا صغيره على قد الحال وفيها ناس قلال. وهي تنقص اليزابيث وقالت ليه وعلاش عرضتي على الخدامه ديالك باللي هي حفله صغيره؟ ويقول لها حيت تكاليف الحفله غتكون على حساب الشركه داكشي علاش بنتي. في واحد النهار كانت عندهم الحصه ديال التمثيل ولكن اليزابيث كانت مرفوعه وقالها مسافر مازال مأطره. وهي تخرج من الحصه وخلاتهم. لكن المشعكك مصطفى تبعها وقفها وقال لها راني عرفت البلان ديال هاد الكعيه والتقليقه اللي فيك. وهي تقول لي شنو؟ هو يقول لها بسبب ماماك اللي يلاه ماتت مؤخرا. زاد كعام سخوط خلاتو ومشاتو. في نهار الثاني بلغهم الاستاذ باللي غيكون عرض كبير غيدار في قاعه الحفلات وباللي هما اللي غيقدموا وغيكون حاضر فيه الاقرباء ديالهم وشي ممثلين معروفين في ديك المدينه. المهم بداو يترينيو على العرض خالقين ضحك. وملي سالاو اليزابيث قالت لمصطفى راه اختي عندها عيد ميلاد. وملي قلت لها راك انت كتقرا معايا قالت لي قولي ليه يجي للحفله اللي دايره. هو يواعد باللي غيجي وقال لها خلي لي التليفون ديالك. وملي رجع للدار بدا يوجد الهديه اللي غيدير للحفله. حتى تسلط عليه راجل مو وقال لي هاد اللعبه من جبتيها عندك فلوس بتشريها ياك ما سرقتيها وحيدها لي من يدو. وبداو مضاربين. وملي شاف راجل مو قدا عليه ويبدا يغوت على سلوقو صاحبه حيت ساكن غير تحتو. هو يدخل عليهم سلوقو هاز الفردي ديال فرانك قال لي اطلق من عشيري ولا غنشرشم لك الراس ديالك. المهم وغيجي النهار الحفله ديال البعلوكه. مشى مصطفى تلاقى اليزابيث تما وعنق ومشى عند اختها الصغيره وعطاها الكادو. وهي تقول ليه اليزابيث يلا معايا ندورك شويه في الفيلا. وملي سالات الحفله رجع مصطفى للدار ولقى الوالده عنده كتبكي. سولها قالت لي باللي راجلها سمح فيها وكان هذا الشيء بسبب نطيفه اللي وقعت بينه وبين راجلها وسلوقو. المهم
في النهار الاخر اليزابيث كانت غاديه للمسرح والوالد ديالها شافها خارجه، حبسها قال لها باللي خاصها تبقى مقابله اختها حيت عنده شغل مهم هاد الليله، وهي تكع عليه حيت ما غتقدرش تشوف مصطفى في ذاك النهار في المسرح، وهي تعيط ليه في التليفون ولكن تليفونه كان خارج التغطيه، وخونا مصطفى كاع عليها ملي ما جاتش، مشى خرج مع صحابه وهو طالع ليه وهما غاديين، عاودت عيطت ليه، جاوب بالزرب قالت ليه اجي جلس معايا شويه كاينه غب وحدي في الفيلا، مشى عندها ولكن مسخوط دا مع صحابه، ملي خرجت عنده قالوا ليها يلا ضرب معنا شي دوره، المهم قنعوها خلات اختها ناعسه في الفيلا ومشات معاهم، دوزوا ليله زاهيه ضحكوا التفراك، وملي سالاو تاها وصل مصطفى للدار وقالت ليه بابا مازال معطل ومحال غيجي الليله، اجي نهبطوا نعوموا في لابيسين شويه. خونا لقاه من جنياته وهما كيعوموا تدخل بابا على غفله، ولكن خونا المغربي غطاس عمي غطاس ما طلع، بقى شاد النفس تمشى بابا. والنهار الثاني خونا مصطفى دار معاه باش يتلاقاو، تستيلا وتقاد ولبس واحد المكانه رولكس كان مخليه عنده خونا سلوغو، ولكن كان غير شافره. المهم خرجوا مشاو لواحد الحفله عند صحابهم داز زوينه، ولكن في الرجعه ديالهم تلقاو لهم الشفاره وقريسوهم وشافوا المكانه رولكس دايرها خونا مصطفى، حمروا فيها ولكن هو ما بغاش يعطيها لهم. واحد دوك الشفاره الواهب واحد المسمنه مع اليزابيث تعطاهم المكانه بخاطره، ولكن اليزابيث كعات عليه وقالت ليه عطيها لهم في الاول، علاش خليتيهم تصرفقوني؟ وفي ديك اللحظه جا باباها وقال لخونا مصطفى اخر مره نشوفك مع بنتي، ومشاو للدار وتما الوالد ديالها قال لها اخر مره نشوفك كتهضري معاه ولا خارجه معاه، وهي تستغرب ما فهمت والو، قالت لي حنا تسرقنا وانت دخلك في الموضوع بابا في كاين المشكل، ويقول لها بيناتكم المدرسه وسالينا بنتي، ومن وراها غيتلاقاو في الجامعه وخونا مصطفى غيعترف لها بالحب ديالو وغيدوزوا مع بعضياتهم وقيتات زوينين. دابا هو اعترف لها بالحب ديالو وانت مازال ما درتي لايك وشي قوليب وشي كومونتير زوينه صاحبي. المهم واحد النهار جالس مع اليزابيث في داك الدروج ديال المسرح، جاتو ابيل من صاحبو الشفار سلوغو وقال ليه المكانات اللي خليت عندك جيبهم ليا. المهم مشى تلاقى معاه في القهوه وقال لي ما كاين ما نخبي عليك اصاحبي، راه خرجت مع اليزابيث ولبست وحده فيهم، وفي الرجعه ملي كنا جايين تلاقاو لينا الشفاره وخادوها ليا صح. الساعه خونا سلوكو كاع عليه وقال لي كون ما كنتيش صاحبي وفريده ديالي الحاره تنخلي دار عشتك. خونا مصطفى بدا يفكر باش يلقى شي حل يدبر ليه في الفلوس، حيت خونا سلوكو شي عصابه كتسالو. هو يقول لي مصطفى لقيتها كاين شي لعيبات غاليين في الجامعه نمشيو نسرقوهم وفاري الكريدي ديالك معاهم. المهم مشاو للكليه وسرقوا دوك المسائل وجابوهم لخوتنا وفاراو المشكل. ومن اللي رجع مصطفى للدار لقى راجل مو جالس تما، شحال قاص هذا راجل مو. المهم قالت لي مو طلب الاعتذار منه بسبب داكشي اللي درت يا ولدي، ولكن خونا مصطفى قال لها هو اللي ظلمني، سولي سلوكو وعاود ليها اشطرا بالضبط. وملي عرفت الحقيقه جرات على خونا من الدار. نرجعوا عند اليزابيث، مشات داك الصباح للكليه وهي تسمع الخبار ديال شي لعيبات تسرقوا بالليل، وباللي الشفاره دخلوا من السطاح الكليه، وهي دير لها في بالها طن، عرفت باللي ديك البلاصه كيعرفها غير مصطفى وهي وشي 20 كيقراو معاهم، وهي جبت التليفون باش تعيط ليه، ولكن لقاتو ديجا مصيفط لها رساله صوتيه وقال لها باللي كحال البارح، عاود لها كاع اللي وقع وقال لها باللي انا راه ما نستاهلكش، شوفي شي شخص اخر احسن مني وانا راه ماشي ديال العشره. المهم اليزابيث رجعت للدار ودخل باباها وفي يدو الطابليت وراها الفيديو ديال الكاميرا اللي كاينه في باب الفيلا كتصور مصطفى وصحابو داخلين كيسرقوا الفيلا ديالهم، وهي تصدم مسكينه من داكشي اللي شافت. وملي مشات للجامعه سول الاستاذ على مصطفى حيت هي وياه ثنائي في العرض التمثيلي، وقالت ليه باللي ما عندها عليه حتى اخبار. هو يقول لها لا شفتيه اتصلي بيا ضروري حيت باغي نعاونو. من وراها غيبان مصطفى والفرده ديالو سلوغو في واحد القنت خاوي وهما هاضرين شويه، بان لهم واحد خونا ديز وهاد الساط ما كيحملوش سلوغو حيت كيدور ليه على صاحبته. هو يقصدو وقفوا وقال ليه بلا ما تبقى تدور بها ولا تصوني لها ولا غنخلي دار عشتك. وملي عطاه بظهره وتمراجع خونا جبد فردي وجابو دود على الارض. وملي شاف مصطفى داك الديكور مشى يجري، الساعه لقى مول الامانه دا امانته وعطاه الغوات والبكا. واحد شويه غيجي عنده وداك اللوين الشيفور ديالهم في واحد المصبانه ديال الحوايج وقال ليه دابا سلوغو مات صاحبي، خاصنا نعيطوا للبوليس ضروري، وهذا الشيء ماشي ذنبك انت وما بغيناكش انت تتبع سلوغو وتموت. او هو يعنقو. الساعه خونا مصطفى غفلو وخدا ليه الفردي ديالو وقال ليه وياك تقرب لعندي. المهم خلاه ومشى يقلب على خونا اللي قتل سلوغو مع ركب التران، وهي تبان لي اليزابيث حتى هي راكبه فيه ولكن تخبى عليها باش ما تشوفوش. وداك اللوين عيط اليزابيث وعاود لها اللي وقع، باللي مصطفى شفر ليه الفردي وراه غادي يدير شي مصيبه، عاتق الا لقيتي ما تعاتق. وقال لها باللي انا عارف فين غيكون، وقالت ليه اجي عندي نمشي انا وياك. ومشى عندها بالموطور، وملي وصلوا لقاو البوليس شادين مصطفى وتاخونا اللي قتل سلوغو، طلعوه من الطوموبيل وتموا غاديين بهم للكوميساريه. ولكن اليزابيث ركبت على الموطور وتعرضت للطوموبيل ديال البوليس وهما يشدوها حتى هي وطلعوها معاهم للطوموبيل. وهذا الشيء اللي بغات هي باش تكون مع مصطفى في الطوموبيل باش تشوفوا اخر مره.
وهنا غتكون سالات القصه ديالنا. وكاين اخبار باللي غينزل الجزء الثاني ديال هذا الفيلم، حيت بان لي ما كاملش. الا كانت شي حاجه نحطها لخوتي في الباج عاوتاني كالعاده. ما تنسوش الا بغيتوني نكمل في هذا الشيء ونبقى ننشر لكم ديما، دعموني اخوتي، بارطاجيو الفيديو على الاقل في 5 المجموعات، وشيقوا لي بحمر وشي كلمه زوينه بحال وجهكم في الكومونتيرات. كان معكم اخوكم عبدو، نشوفكم في فيديو جديد، تهلاو.